عليكم. خديجة جيلة، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة المحمدية. حنا في هذا النهار في صدد الاحتفال بالذكرى العشرين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي على مدى 20 سنة بينت الأثر ديالها على صعيد التراب ديال العمالة، لا للإنسان لا لي زانفراستركتور، لا في جميع القطاعات الواعدة اللي كاينة في التراب ديال العمالة. والاحتفال ديالنا هو مع الاحتفال ديالنا مع جميع الفاعلين الترابيين ولا المحليين اللي بالعماله. وفي هذا الصدد حنا راه دايرين واحد البرنامج غني جدا على مدى 10 ايام من هنا حتى 30 في شهر ماي، اللي فيه عده لقاءات، ندوات، كرنفال، في عده صبيحات الاطفال، في عده اشياء مع جميع الشركاء ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على صعيد على مدى 20 سنه من التنزيل ديالها بالتراب ديال العماله. شكرا. بهذه العمالة أصالة عن نفسه ونيابة عن ساكنة عمالة المحمدية الأوفياء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى بالذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أسمى عبارات الولاء والإخلاص والوفاء، معربين لجنابكم الشريف عن فخرهم واعتزازهم بما حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنوات العشرين على صعيد تراب هذه العمالة، في إطار برامجها التي توزعت على المراحل الثلاث من إنجازات شملت مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من دعم للبنية التحتية الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بالإضافة إلى الدفع بالرأس المال البشري. لأبقاكم الله يا مولاي ذخرا للبلاد وملاذا لشعبكم الوفي، وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، ومتعكم بموفور الصحة والعافية، وحفظكم في ولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله. حرر بالمحمدية يوم الاثنين 19 ماي 2025 الموافق ل 21 ذو القعدة 1446 هجرية، خديم الأعتاب الشريفة، عامل عمالة المحمدية، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية. السلام.